هو ايه موضوع رصيد الستر في السواقه ده؟ فان ديزل الشله انت رايح جاي اصحابك مفخمينك، عفريت الاسفلت راح عفريت الاسفلت جه، عضمضم ومفيش منك. ها الغرز بتاخدها على 180 من غير ما العربيه تعوم منك، ومفيش حد بتقابله على طريق البحر او الدائري غير لما بتحفظه نمره. لا جامد الزوز حلو قوي. اوعى تفتكر ان الغرزه اللي بالسنتي وجري فهلوه منك، لا يا حدق، ده ستر ربنا عليه. كل اللي عملوا حوادث وحياتهم وقفت كانوا سواقين كويسين جدا على فكره، ومنهم اللي كان سواق اكتر منك ويعمل منك 10 كمان. كل الفرق بينك وبينهم ان رصيد سترك لسه فاضل له حبه وهم رصيدهم خلص. مشكله رصيد الستر ده يا قائد انه مش ثابت عند كل الناس، يعني الشويه اللي انت بتاخدهم غير الشويه اللي انا باخدهم. انت بتقعد تستنزفه وانت مش عارف هو هيخلص امتى ولا ازاي، وعلى عكس كل الارصده الرصيد ده بالذات ما بيتشحنش. اللحظه اللي بتفوق فيها وبتعرف انك استهلكته زياده عن اللازم بتسمع فيها لقد نفذ رصيدكم. صدقني ثانية واحدة من حزن أهلك عليك أهم وأكبر بكتير جدا من سنين سعادة وانبساط بتقضيها أنت وأصحابك في عربية وأنتوا بتسابقوا الزمن وأنتوا بتخلصوا رصيد الستر. حياتك غالية ودموع اللي حواليك ما تتقدرش بتمن. حافظ على اللي باقي من رصيدك في الستر. أنا محمد إبراهيم، مدير أكاديمية الأوائل لتعليم قيادة السيارات، وبتمنى لكم السلامة في طريقكم. سلام يا قائد.